رأس زماجري ملفوف في كيس بلاستيكي يستنفر سلطات طنجة. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. تم العثور يوم الأربعاء 21 غشت على جثة مهاجر مغربي بالديار الهولندية في شقة بحي العرفان بطنجة في ظروف غامضة أثارت استنفار السلطات الأمنية بالمدينة. وحسب مصادر محلية فإن الجثة تعود لأربعيني يحمل الجنسية الهولندية، كانت ملفوفة الرأس بواسطة كيس بلاستيكي، مما زاد من غموض الحادثة وأثار تساؤلات حول أسباب الوفاة. وقد سارعت السلطات المحلية إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وشرعت تحقيقات موسعة بغية تحديد الملابسات المحيطة بهذا الحادث المأساوي، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، الذي من المرتقب أن يكشف عن المزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة. في الوقت الراهن أشارت المصادر أن السلطات الأمنية لم تستبعد أي فرضية، حيث تدرس إمكانية أن يكون الأمر متعلقا بجريمة قتل مدبرة أو انتحار، دون أن تستثني أي سيناريو آخر. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة لجمع كل الأدلة الممكنة.